تفتكر ازاي سبقت 90% من دفعتي بنظام المذاكره ده؟ انا بعمل محتوى عن المذاكره استفاد منه اكتر من ربع مليون شخص. بس انا هختصر عليك كل ده واعرفك احسن نظام مذاكره تبدا بيه ثالثه ثانوي، واللي بيتكون من 5 خطوات. بس قبلها لازم اقول لك اهم نصيحه وصلتني من النظام ده عشان تحطها في دماغك. فلو عايز تسبق 90% من دفعتك ما تفوتش لحظه من الفيديو ده. تفتكر ايه هي النصيحة اللي من كتر اهميتها هحطها في جزء لوحدها قبل نظام المذاكرة كله؟ يوم 1 شهر 10 سنة 2022 وتحديدا في محافظة القاهرة، كان أول أيامي في كلية الطب. كنت مخلص ثالثة ثانوي بقى إيه وكل شغف وحماس للجامعة، عشان كنت فاكر هنروح المشرحة بقى ونشوف الجثث. بص، نفس التخيل اللي في دماغك بالظبط. بس اليوم ده تحديدا كان تاني مرة ليا في حياتي كلها أركب مواصلات الكلية، علشان كده اتأخرت وفوتت أول ربع ساعة من اول محاضره. دخلت المدرج بقى لقيته مليان على الاخر، كل ده كوم واني افهم حاجه مش فاهم. ده غير اني تقريبا يومها فضلت واقف من كتر ما المدرج كان زحمه المحاضرتين على بعض. كنت مجتهد قوي يا جدعان، ايه ده؟ الدكتور قاعد يتكلم بقى ويقول لك مصطلحات زي السيل ممبرين انتيريور وبوستيريور، بس انا حرفيا ما جيتش، اللي هو مش فاهم حاجه خالص. خلصنا المحاضرات وداخلين على السكاشن، قلت اكيد بقى هفهم في السكاشن، وانا اقسم بالله الكلام ما بيدخل دماغي اصلا. انت ممكن ما تفهمش السبب دلوقتي، بس لما تدخل ان شاء الله الجامعه هتفهم فرق مستوى الشرح وكميته ما بين الجامعه وما بين دروس ثانوي اللي فيها المستر بياخدك حرفيا تاتا وبيشربك المعلومه شرب. بس الصدمه بقى اني فضلت كده تقريبا اول شهر كله اروح الجامعه من اول الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهر، اقعد اسمع في شرح شرح شرح، لكني لما اروح برضو الاقيني غرقان في وسط المنهج ومش فاهم الكتاب بيقول ايه اصلا. لحد ما فجاه جدول الامتحان بتاع اول موديول نزل، بس هنا بقى انا ما بقتش عارف اعمل ايه. بدات ادور وابحث على حل واسال واشوف زمايلي في الكليه بيذاكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. بس فجاه اكتشفت ان في طالب في سنه رابعه بيعمل كورسات بيساعد بيها طلبه سنه اولى. تقدر تقول كده ان انا لقيته شبه مدرسين ثانوي، فاشتركت معاه. والحمد لله كان عامل مراجعات لما المواد كلها عامله زي بتاعه مدرسين ثانوي كده. بس ربنا كرمني والحمد لله الامتحان ده كان الاسهل في الترم كله، معظم الدفعه الحمد لله جابت فيه درجات. لكن لو فاكر ان الموضوع عدى كده تبقى غلطان، عشان خلصت الامتحان وقعدت مع نفسي وقتها قلت انا بصراحه مش مرتاح بالشكل ده. انا شايف نفسي حاجه كبيره، مش حد يكون ترتيبه في اواخر الدفعه. انا هطلع من اوائل الدفعه دي وفي سنه اولى كمان باذن الله. فالنصيحه اللي لازم تحطها في راسك هي ان المعظم بيتوه في البدايات، بس الذكي هو اللي يجي بعد كده يمنع الغلطات ويزود في الحاجات اللي بيعملها صح، عشان دلوقتي تبدا رحله بناء اقوى نظام مذاكره هتعرفه في حياتك. تفتكر انا ازاي اكتشفت النظام ده وايه هما ال5 خطوات بتوعه من الاسهل للاصعب؟ بما ان انت هتبدا سنه فيها احباط كتير، ده غير ان فيها اوقات هتحس ان انت مشتت مش قادر تحدد ايه هو القرار الصح من القرار الغلط. للاسف كل غلطه انت هتعملها هترجعك كتير في اهم سنه في حياتك. كل غلطه حرفيا هتخليك يا اما تسبق غيرك يا اما غيرك يسبقك. انا بقى جبت لك حل لكل المشاكل دي، وهو انك يكون معاك حد اكبر منك عدى بكل الصعوبات اللي انت هتشوفها، لا وكمان قدر ينجح فيها. تيم دكاتره يعملوا لك جدول خاص بمذاكرتك انت، ده غير دكتوره تتابعك متابعه فرديه تحل لك اي مشكله تقف معاك لو حابب. تيم مذاكراوي بفضل الله دي تالت دفعه يشتغل معاها بعد ما اسسناه سوا في دفعه 2025، وقدر بفضل الله يحقق كل النجاحات اللي قدامك دي. وانت بقى دلوقتي اللي عليك الدور، بس لازم تلحق مكانك لان للاسف الاماكن عندنا قليله، لدرجه انك ممكن 3 ايام وتلاقي ما شاء الله حجز الشهر كله اكتمل. ده علشان نطلع احسن جوده ممكنه. هسيب لك اللينك في الوصف في اول تعليق وهرد طول ما باذن الله الحجز مفتوح. نرجع بقى دلوقتي لباقي قصتنا. ايه المهم عزيزي المذاكراوي، بدات النص التاني من الترم، خلاص بقى كل هدفي ان انا هبذل اقصى مجهود عندي. بس هنا بقى بدات تظهر اول مشكله. انت بيبقى الحماس واخدك قوي بس مفيش اي خطوات واقعيه، اللي هو مجرد احساس تحفيز كده وخلاص. انا بقى قررت ان انا احط قاعده ثابته، وهي اني لازم يكون عندي كم معين من المجهود ما بقلش عنه مهما حصل كل يوم. طب هو الكم ده ايه يا عم زي؟ اقول لك اني بسمع اي محاضره بتنزل ليا وبقراها بس. تقول لي بس كده؟ اقول لك اه والله بس كده. ودي عزيزي المذاكراوي كانت اول خطوه، بس لما جيت امشي عليها وعدى اول 10 ايام بدات تظهر مشكله خطيره، اني بقيت ناسي كل اللي انا ذاكرته قبل كده. علشان كده بدات اقسم مذاكرتي، فطول الاسبوع انا بقرا الجديد بس، واجي اخر يوم بقى اروح براجع محتوى الاسبوع كله. ودي كانت خطوه رقم 2، ولا انا متاكد باذن الله انك مش لاقي عند اي حد. بس هنا بقى انت ممكن تسال انت كنت بتذاكر ازاي؟ اقول لك عزيزي المذاكراوي اني كنت بذاكر بطريقه اغنى رجل في العالم اللي هو ايلون ماسك، عن طريق اني كنت بقرا الصفحه وابص عليها مره واحده او مرتين او يا عم 3 مرات، بعدها اقفل الكتاب خالص وابدا اتخيل نفسي مدرس وابدا اشرح لطلبه موجودين في خيالي حرفيا. ودي بقى كانت خطوه رقم 3. بس بيني وبينك كده الصدمه ظهرت لما جيت امتحن في الكورس. ما جبتش الدرجات اللي تخليني اقول ان انا ممكن اقرب من اول الدفعه حتى، وده بصراحه خلاني بدات احس بالاحباط وان ممكن كل اللي انا عملته ده يروح على الارض. لحد ما فجأة جت في دماغي فكرة، ليه ما تعملش زي تالتة ثانوي وتبدأ انك تحل امتحانات قبل ما تروح الامتحان؟ وبالفعل بدأت اتدرب على الموضوع ده كتير واحل سنين سابقة، ودي كانت خطوة رقم 4 واللي من بعدها مستواي اختلف 180 درجة. بس عارف انت بقى ايه هو السر اللي فرقني عن 90% من الدفعة؟ اني كنت بدخل كل امتحان بعقلية ان انا داخل اقفل الامتحان ده، مش مجرد ان انا عايز انجح فيه وخلاص زي باقي زمايلي.
بينما اي حد تاني هتلاقيه داخل يا اما بيفكر في النجاح بس، او بيفكر هو هينقص كام درجه. ودي بقى كانت الخطوه رقم 5 اللي وصلتني ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اني طلعت التاسع على الدفعه. بس انت لسه ما تعرفش ازاي كنت بخلي مذاكرتي سريعه، علشان كده شرحت لك السر في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه ده. سلام يا مذاكراوي.